السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم جميل في مطبخ وفن. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الطريقه اللي نقدروا نديروا بها لي فولوفون، يعني ولا هذا النوع ديال العجين المورق اللي نقطعوه بهذا الشكل، واللي غادي ان شاء الله ننصحكم باش ندير به المملحات. فبقاو معايا. فهنايا عندي العجين المورق اللي انايا سرحته وبسطته بالدلاك. ان شاء الله غادي نخلي لكم الوصفه ديال العجين المورق في صندوق الوصف. وغادي نحتاجو كذلك صفر البيض اللي درت مع واحد النقطه ديال الخل، وغادي ناخذ واحد القطعه اللي كتكون صغيره، يعني ما غاديش نديروهم كبار، ونبدا نقطع العجين بهذا الشكل، يعني دوائر اولا. بالنسبه هنايا كاين واحد الاضافه ضروري ومهم: العجين المورق فاش يبقى معنا ما عمرو نجمعوه بحال الكويره. غادي نبقاو نديرو طبقه فوق طبقه، واخا حتى كما كتشوفوا راها بزاف مقطعه، ولكن غادي نحاولوا ما امكن اننا نديرو وحده فوق وحده، ومن بعد عاد غادي نوليو نبسطوها كما كتشوفوا، لانه الا درناها بحال الكويره غادي نفسدوا لها كل شيء، هذاك الطبقات نتاع التوراق. اما في المرحله الثانيه غادي ناخذوا واحد النوع ديال القطع كما كان داير عندكم. انا كان عندي هذا مغلقه نتاع واحد القنينه ولا قرعه نتاع السيرو كما كتشوفوا، فهي صغيره، خص الدائره ديالها تكون صغيره. غادي نبداو نقطعوا هذيك، يعني النص غادي نخليوه كامل، والنصف الثاني غادي نقطعوه في الوسط باش نديروا له واحد الثقب. في هذه المرحله غادي ناخذ صفر البيض، وغادي ناخذ الدائره اللي ما فيهاش الثقبه في الوسط، ونبقاو نديرو على غير على يعني الذره، ماشي كاع في الوسط، غير شويه كما كتلاحظوا هنايا. وندير البيض، يعني صفر البيض، وما خاصناش نخليو داك صفر البيض ينزل على الحافه نتاع العجينه، غادي يخليها ما تطلعش. وندير الدائره الثانيه اللي فيها ثقبه في الوسط. وفي هذه المرحله غادي ناخذ صفر البيض، وغادي نبدا ندير فوق سطح ديال هذيك الدوائر. ومن قبل انا ديك الدوائر الصغيره اللي قطعتها فانا رجعتها في الوسط، لانه غادي تطيب حتى هي مع الدوائر الكبيره. بالنسبه هنايا غادي ندير لهم يعني غير واحد شويه ديال صفر البيض، ومن بعد غادي ندخلهم للثلاجه ونخليهم واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه، الا كان عندنا شويه ديال الوقت هكا باش يقبطوا في راسهم ويتجمعوا. من نديرهم في الفرن ما يبقاوش يعوجوا ويميلوا على الجنب. اما في هذه المرحله فانا خرجتهم من الثلاجه وبديت كندهنهم مره ثانيه. بالنسبه للفرن فانا سخنته من قبل على درجه 210، فغادي ندخلهم ونخليهم حتى يتحمروا ويطيبوا تماما، واحد المده نتاع 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. هنا من بعد كما كتشوفوا تحمروا، خداو لي 25 دقيقه. الا بغيتوا نتوما تنزلوا شويه من الحراره ديال الفرن فديروهم غير على 200. ومن بعد غادي نبقى نزول هذيك الدوائر اللي كاينه في الوسط، باش هنايا نديروا واحد يعني فين غادي من بعد الا بغينا نعمروهم. وكما تلاحظوا غادي نتحصلوا على هذه النتيجه، يعني كتكون هذه الحفره فاش غادي نديروا العماره ولا الحشوه ان شاء الله فيما بعد. بالنسبه للدائره الصغيره اللي زوناها فغادي نحتفظوا بها جانبا، غادي نستعملوها. فنتمنى انني توفقت في الفكره وانها تعجبكم. ما تنساوش تخليوا لي تعليقات، وما تنساوش كذلك تقاسموها مع الاصدقاء ديالكم. واشكر الشكر الجزيل اللي كيدخل القناه ديالي ويشجعني، الشكر الجزيل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.